بالنسبه للفخوضه ديال الغنمه البنات فخديتهم تقريبا كل وحده كتوزن شي 3 كيلو. غادي ناخذهم غادي ندير فيهم هكا فلحات بالموس على هذا الشكل هذا. من بعد ما فلحت البنات الفخيضات ديال الغنمي، اكيد درت لهم فتيحات يكونوا شويه شويه واسعين باش ندخل فيهم الشرائح ديال الثومه غسلتها ونقيتها قطعتها على شكل شرائح. كانت الثومه كانت عندي كبيره بزاف. بديت كنعمر هذوك الفلحات كاملين. كيف ما كنعرفوا الثومه غادي تبنن عفوا اللحمه ديال الغنمي مزيان، وكتجيبها فتيه باش ما يجيش عاوتاني من الداخل باسل ما فيهش كاع المذاق. حيت انا هذه المناسبه جاتني على غفله، يعني باش نشرمل الضلعه قبل بليله اكيد كتكون حسن. ومهما شرملنا الضلعه فمن الداخل راكم عارفين حيت الضلعه كيكون اللحم ديالها من الداخل غارق، ما كتوصلوش يتشرموله. داكشي علاش حاولت نكتر من الثومه هكا في هاد الفتحات هادو باش تبن لي الضلعه، عاد باش ندوز نوجد لها التشرموله ديالها. هنايا بالنسبه للتشرموله ديال الضلعه اللي غادي نشرمل بها وندخلها الفران، اكيد انا راه الفران شعلته سخن مزيان. خديت هنايا واحد الطاسه كانت عندي فيها الزبده. صراحه البنات كنحاول ما امكن نحيد عليا القشوع ونحيد عليا الشقه باش ما نبقاش كنكثر عليا في الماعن. شديت غير الطويسه كانت عندي فيها نص نتاع الزبده، ذوبتها في الميكروندا، زدت عليها كيف كتشوفوا معايا الهريسه، وزدت عليها الملحه. بالنسبه لهاد الشرموله كتجي غزاله وكتفتي اللحم اكيد حيت فيها الزبده، والزبده ضروريه. الزبده البنات راني زدت عليها الزيت البلديه حتى هي اكيد راها كتعطي بنه مزيونه للضلعه او للفخته. زدت هنايا كيف كتشوفوا معايا معلقه صغيره ديال الابزار، وتقريبا معلقه كبيره او جوج معالق صغار ديال القزبور يابس. بالنسبه لهاد الشرموله البنات جربوها راها كتجي غزاله سوا في الضلعه سوا في الفخده. كتبنن بزاف خصوصا الا بيتنا الضلعه مشرمله قبل بليله. انا كيف قلت لكم ما كانش عندي الوقت، ولكن حاولت ما امكن خليتها الوقت الممكن اللي كنت نقدر انها تشرب تشرموله ديالها. خليتها تقريبا واحد 2 سوايع. هنا البنات بديت كنشرمل في الضلعه ديالي على 2 جهات. اكيد الكاميرا ما صورتليش اللقطه اللي كنت كندخل كنحاول ندخل تشرموله في شي فتحات هكا باش يتبنن اللحم من الداخل. حيت كيف قلت لكم كنكثر في الهضره انا عارفه، بيرو ضروري المهم باش نعطيكم وجهه النظر ديالي انايا. ضروري ما تبات في التشرموله ديالها باش كتبنن. هنايا البنات ساليتها بالتشرموله، غادي نخليها تقريبا واحد 2 سوايع وندخلها للفران. الفران كان مجهد ورجعت نقصت له وغطيتها اكيد بالكارت ديال الفران. غادي نشارك معكم البنات تشرموله ديال الدجاج محمر. هنايا عندي في هاد الطبيسيه المليحه، الابزار، سكينجبير، الخرقوم عرق، وزعفران العادي الملون العادي حيت ما كانش عندي زعفران شعره. الا عندكم زعفران شعره اكيد احسن واحسن. استعملت كذلك هنايا الهريسه، واستعملت اللب ديال الحامض مصير. بالنسبه للتشرميله نتاع الدجاج المحمر البنات اولا الدجاج مشوي، فاحسن حاجه اننا نستعملوا اللب ديال الحامض مصير وما نستعملوش القشره، حيت كيف كنعرفوا كاملين القشره ديال الحامض مصير كتمرر، كتعطي واحد المذاق ديال المروره. انا في هذا البانيو البنات كانت عندي فيه الربيع مقطع، المعدنوس بزايد، القزبر كندير غير شويه حيت كيف كنعرفوا عاوتاني القزبر كيخلي المرقه خضراء. داكشي علاش ما كنكثرش منه. واكيد كيف شفتوا معايا في الاول زدت واحد الكاس كانت عندي فيه الثومه مطحونه، كنطحنها بوحدها باش ما كتبقاش دايره الفراتوت. المهم البنات الدجاج ها هو عندي كيف كتشوفوا معايا، نقيته مزيان غسلته بالحامض وكذلك شويه ديال الخل ملحه وسكينجبير. خلاص راكم كلشي كتعرفوا تغسلوا الطريقه نتاع غسيل الدجاج كيف كتشوفوا معايا. هنايا ها هو نقيته مزيان، وهنايا عندي التشرموله نتاعو. فدابا ان شاء الله غادي نشرمل هاد الدجاج هذا قدامكم، وهانتوما معايا عاد باش ندوز باش نعمرو نوجد معكم الحشوه ونعمرو الدجاج.
العماره ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا معايا انايا اختصارا للوقت حيت ما عنديش الوقت بزاف. هنايا عندي الشعريه اللي طلقتها في الماء سخون وقطعتها. اكيد عندي هنايا الحمض مصير، القشره ديال الحمض مصير اللي قطعتها مربعات صغارين. اكيد هنايا شرموله، نفس الشرموله اللي شرمت بها عفوا الدجاج محمر، خليت منها تقريبا واحد نص كاس. المهم كميه مهمه. عندي هنايا الزيتون مقطع، وكيف كتشوفوا معايا عندي هنايا الكبده اكيد مغسوله مزيان ونقيه، حتى هي سلقتها وقطعتها. بما انه انا عندي هنايا هذا البول هذا صغير، غادي نحاول نقلب كل شيء هنايا في هذا البانيو بهذا الشكل هذا، حيت ما غاديش يهز لي الاخر. وغادي ندير هنايا الكبده. صراحه هاد الكوموند جاتني على غفله، ما انا يعني كنوجد كل شيء على اتساع قبل بوقت، باش كل حاجه كنعطيها الوقت ديالها. صراحه كنزيد حتى لي شامبينيون، ولكن اليوم ما متوفرش عندي شامبينيونيس، داكشي علاش غادي نكتفي غير بهاد المكونات. المهم البنات انا غادي نحرك العماره مزيان، غادي نخلطها باش باش تدخل فيها العطريه والمكونات كامله، وندوز باش نعمر الدجاج. وهنايا البنات كنا مشينا للدار ديال العروسه، انا كنت ساليت الخدمه ديالي وساليت الطياب، جبناه معنا وجينا للدار ديال العروسه. الصراحه رحبوا بنا الله يعطيهم الخير وقاموا بالواجب. المهم صورت لكم شويه شي لقطات هكا، راكم عارفين كيكونوا النساء كيكونوا على راحتهم، اكيد ما غاديش نصور كل شيء، صورت لكم فقط شي لقطات. كنتمنى يعجبوكم، وإلا عجبكم هذا الفيديو هذا اكيد ما تنساونيش بتعليقاتكم ولي لايك، ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جاي. قبلوا عليا وصافي.